Hello Buttercups، معكم عديل نجيب لايف كوتش يوجا انستراكتور سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده عامله لكم فيديو سريع قبل ما انام. ما ظبطتش نفسي بس عشان بقالي كتير ما عملتلكوش فيديوز وما حطيتش فيها ايه الخلطه الحلوه بتاعتنا. النهارده جايه اكلمكم عن الفرق ما بين الرساله والفرق ما بين الانعكاس. ايه الفرق ما بين الرساله والانعكاس؟ وقبل ما اقول الفرق ما بينهم عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا تاخدوا بالكم منها في العلاقات. ناس كتير بتسأل السؤال ده: امتى انا اكون شخص حاسس انه المفروض اتقل، او المفروض ان انا اكون على عفويتي وطبيعتي، المفروض اشغل دماغي، ومفروض ما اكونش بطلع اللي جوايا بسهولة، والمفروض ان انا لا اكون حقيقي وعفوي وواضح وصريح. اول حاجة، الشخص العفوي الواضح الصريح بيبقى مركز ان هو يكون واضح وصريح من غير حرمان، من غير ما يحس ان هو عنده حرمان وعنده عاطفة جياشة وعنده بقاله كتير ما طلعش مشاعر وما خدش مشاعر. ده في ناس فاكرة انه لما بطلع مشاعر دي حاجة حلوة. لا، انت ساعات بتبقى عندك احتياج انك تتكلم وتعبر اكتر ما تاخد، فالاتنين مش حلوين. يعني لا تسحب قوي ولا تطلع قوي، محتاج ان انت تبقى مش متحرك من حرمان، لا متحرك من حتة ان انا طبيعي، انا من جوه فول كامل، مش حاسس انه لا محتاج اخد ولا محتاج ادي، لا انا حاسس انه انا في الحاله الطبيعيه. اوكي، طب دي راح احسها ازاي؟ يعني احسها بالسنس ان انت مش بترتبك وانت بتطلع كلام وقلقان من رد الفعل اللي قدامك، ولا بترتبك ما تاخدش الحب والعطف من اللي قدامك، لا حاسس ان انت اوكي تمام. هي انا هحسمها كده. فانت محتاج وانت بتعبر ما تبقاش تقيل ولا تتقل ولا الكلام الفاضي اللي احنا بنقعد نقوله ده. احنا بنقول الكلام ده لما انت يبقى عندك حرمان، فبقول لك اهدى واتقل. لكن ظبط موضوع الحرمان واشتغل على انك ازاي تحس ان انت مليان، وابدأ عبر بعفوية. والشخص اللي قدامك لو خانك، لو تقل عليك، لو عمل مشكلة وانت اشتغلت على موضوع ان انت تبقى كامل، يبقى المشكلة عنده مش عندك. احنا بقى طبعا بنفضل نخوف نفسنا، ونفضل نقول لحسن يغفلني، لحسن يعرف عليا، لحسن لما يلاقيني ان انا كده عفوية يحس ان انا مرمية عليه فيروح لحد تاني. لا، دي ساعتها حضرتك هتبقى مشكلته مش مشكلتك خالص. كده عرفنا النقطة دي. طب ايه بقى الفرق ما بين الانعكاس وما بين الرسالة؟ اول حاجة، الانعكاس دايما بيجيلك لما استنى عشان في شعرية هنا مضايقين. راحت؟ اوكي. الانعكاس دايما بيجيلك عشان تشتغل على العلاقة. يعني مثلا انا احيانا بركز مثلا ان انا في علاقتي بايمن انه ساعات مثلا بيحصل رد فعل مش عاجبني منه، فببدأ اهدى واسأل نفسي رد الفعل ده محتاج انا اشتغل فيه عليه في ايه، يعني انا محتاجه اشتغل هنا في ايه. فبهدى، ما بحاولش اقاوم، ما بحاولش اتخانق، ما بحاولش اقول ايه ده هو ده ما حصلش ليه. بروح اقعد لوحدي واشوف انا ايه اللي ناقص هنا وايه اللي حصل جوايا، والمشاعر اللي ضايقتني دي جايه منين. ممكن تبقى جايه من الاب، ممكن تبقى جايه من علاقه فاتت، ممكن احلها مع نفسي وبعدين ارجع اجرب واشوف الانعكاس تاني. لو هي من عنده ببدأ اتكلم معاه. برضو الاتنين كله انعكاس لحد دلوقتي، كله ده انعكاس. الانعكاس معناه انه ده بيظهر لك في رد فعل للشخص الاخر عشان انت تشتغل على حاجة معينة عندك. الرسالة معناها انه الحاجة مش بتخبط جواك، بس هي بتحصل في لاير خارجية محتاجة انت تتجه اتجاه تاني. يعني ايه مثلا؟ يعني انت مثلا في علاقة انت مذبذب فيها، انت مش متأكد انك عايز تكمل فيها، بس في حاجة طول الوقت رسالة بتجيلك انك انه في حاجة غلط، فانت تبدأ تتقفل اكتر، تفضل تتقفل فتبتدي تتجه اتجاه تاني خالص. فهنا الرسالة انك تتجه اتجاه مختلف. الانعكاس بيجي على السكيل القريب، بيجي على العلاقات القريبة، بيجي على الاشخاص اللي انتوا محتاجين تشتغلوا على بعض. الرسالة دايما بتيجي على السكيل الاوسع، الحاجات اللي انت محتاج تغير فيها مسار، او تتجه اتجاه تاني، او تنتبه لحاجة تانية انت مش واخد بالك منها بره مش جوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش لو احتجتوا اي استشارات، او تسألوا عن اي كورسات، او تسألوا عن اي ريتريتس ورحلات، ممكن تخشوا على الانستجرام
وتبعتوا على الرقم اللي موجود في البايو. هتلاقوا التيم، في كذا حد في التيم ممكن يرد عليك، ما تستغربش ابدا عشان احنا عندنا كذا حد، فهتلاقي حد بيرد عليك وبيوصلك بيا مباشرة. اشوفك في فيديو تاني، تصبحوا على خير، باي باي.